السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه المعتصم انت خبز عيش شمسي تاني؟ نقول لكم ايه، احنا هنخبزه كل 15 يوم، كل اسبوع، كل 10 ايام، على حسب عدد الاسرة ما شاء الله، وعلى حسب اعتماد الاسرة على العيش الشمسي. العيش الشمسي ده اساسي، لازم يبقى في الثلاجة، ده مصدر الامان والحنان والسند لينا في البيت. لازم يبقى فيه عيش شمسي في الثلاجة. هناكله عيش مصري، هناكله عيش مرحرح، هناكله اي حاجة، بس ده لازم البطل ده يبقى قاعد في الثلاجة. النهارده انا خبزته من غير شمس خالص، ما وديتهاش في الشمس، حطيتها تحت المروحه. والمفاجاه ان هو اداء بقى افضل. يعني انا حطيت في الضله عشان تريحني شويه وما تخمرش بسرعه، انا عايزه اريح. رحت لقيتها خمر اسرع مما نحطها في الشمس. لو انت اول مره تشوفيني، انا ام المعتصم، ودي قناتي عليها روتين صعيدي مغفلق. ما تنسيش تحطي لي اللايك الزين، اللايك هيدعم الفيديو ويرفعه ويخليه يوصل بشكل افضل. ما تنسيش تحطي لي كومنت بدعوه حلوه يا رب ولك بالمثل ان شاء الله، وطبعا تشتركي وتنوريني. لو عايزة تعرفي طريقة العيش الشمسي ازاي بالتفصيل الممل، مكوناته وطريقته ويتعجن ازاي ويتخبز ازاي، واحنا هناخد يومين اصلا نجهزه له. لو عايزة تعرفي التفاصيل دي كلها، انا عامله لها فيديو مفصل تماما، هتلاقيه على القناة وهنسيبها لك في صندوق الوصف هنا. في كل التفاصيل، بص ما زيبتش حاجة ما قلتهاش، يعني عايزة نقول لك. فعشان كده النهارده ما حبيتش نحكي ونعيد ونزيد في نفس المكونات او نفس التفاصيل. بس انا هنا جايه نقول لك اني انا النهارده خبزت في الضله تحت المروحه. ما احتجتش ان انا نطلع في الشمس خالص، لان في ناس اتكسل ان هي تخبز العيش الشمسي او عايزه تخبز عيش شمسي، بس اتكسل. لا، اصل انا شقتي مكفوله، اصل انا ما عنديش شمس، اصل انا الشمس مش واصلانه. طب انا هنعمل ازاي ده؟ مش محتاجينها في الصيف خصوصا، مش محتاجينها. وفي الشتاء والله انا يعني في الشتاء كنت معظم الوقت الدنيا مغيمه، فمش محتاجاها. الشمس كنت نشغل لها دفايه، ندفي له رفوف الفرن بتاعتي ونحط جواها ونقفل عليه ويخمر ما شاء الله. كمان هيبقى خطير يعني. كمان العيش اللي مش هشوف الشمس ده هيطلع احلى فعلا يعني. هيطلع حاجه تانية، هيطلع حلو يعني. فما شاء الله تبارك الله، انا خمر معايا اسرع من اللي نحطها في الشمس، يعني خمر معايا بسرعه فعلا. انا مش عارفه ايه الفكره. المروحه يقولوا لي ان المروحه تشد لفوق، مش عارفه ازاي، يعني تخلي خموره عالي. الشمس تخليه يسيح من جنابك ده، لكن المروحه تخلي خمورها عالي لفوق يعني، وتشد لفوق. وده اللي حصل معايا النهارده، اني انا حطيتك في الشمس فلقيتك ايه، سريع يعني ما شاء الله. بصوا، ودخل الفرن كمان يعني اعلى كده ونفخ وزاد وما شاء الله، يعني كانت خبزة كمان زي العسل. انا مش جايه النهارده مش هنقولك اكتر من اكتر من المعلومه دي. جايه نقولك ان انت لو ما عندكيش الشمس ما تقلقيش، ده بالعكس، في الصيف في الضله هيطلع معاكي كمان خطير، هيطلع معاكي حاجه تانية يعني. لو ما حطيتيش لايك حطي لي لايك، لو ما اشتركتيش في القناه اشتركي ونوريني، وحطي لي كومنت بتاعه حلو ولكن بالمثل. سلام عليكم.